عارف لما تدخل بيت حد صاحبك لأول مرة وتشم ريحة معينة؟ ممكن تكون ريحة أكل، بخور غالي، أو حتى ريحة كتمة ورطوبة لو البيت ده مقفول بقاله فترة. أنت كضيف، جهاز الاستشعار عندك بيلقط الريحة دي فوراً ومن أول ثانية. بتبقى واضحة جداً في مناخيرك وممكن تفضل شاممها طول فترة زيارتك. الغريبة بقى إن صاحب البيت وأهل البيت نفسه مش شامين أي حاجة خالص، عايشين حياتهم عادي جدا، بياكلوا ويشربوا ويضحكوا. ببساطة لأنهم اعتادوا الريحة دي، مناخيرهم اتعودت عليها لدرجة إن المخ ما بقاش يبعت إشارات تنبيه، وبقت جزء من طبيعة المكان بالنسبة لهم. هم مش بيمثلوا، هم فعلا مش شامين حاجة. الموقف البسيط ده اللي بيحصل في بيوتنا ومكاتبنا كل يوم بيحصل زيه بالظبط وبشكل أخطر بكتير في بيوت نفوسنا. عندنا حاجة نقدر نسميها مناخير القلب، دي المسؤولة إنها تشم ريحة الغلط، ريحة المعصية، ريحة البعد عن الفطرة. في البداية لما الواحد بيعمل حاجة غلط لأول مرة، قلبه بيقفش، بيحس بضيق، بيحس بريحة غريبة ومزعجة جوه روحه، بيبقى عاوز يفتح شبابيك التوبة بسرعة عشان يخرج الريحة دي. لكن مع التكرار ومع القعدة جوه بيت المعصية لفترة طويلة، مناخير القلب تزكم. بنتعود على ريحة الغلط لدرجة إننا ما بنشوفوش غلط أصلاً. بنبدأ نبرر وبنعيش حياتنا والريحة خنقانة، وإحنا بنقول إحنا زي الفل، مفيش حاجة غلط. تعالوا نفتح أبواب بيوتنا الداخلية ونشوف إيه الروايح اللي بقت عادية بالنسبة لنا وهي في الحقيقة مهلكة. أولاً، ريحة اللغو والغيبة. تقعد في قعدة الكلام كله على الناس، سخرية واستهزاء. في البداية كنت بتتكسف وبتحاول تغير الموضوع، دلوقتي بقيت انت اللي بتفتح المواضيع وتجيب التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام شبه ريحة الغيبة بريحة الجيفة المنتنة، بس احنا خلاص ريحة اللحم الميت بقت بالنسبة لنا زي ريحة البخور، بنستمتع بيها في سهراتنا وبنحلي بيها قعدتنا. تانياً، ريحة النظرة الحرام، الشاشات اللي ما بقتش تفارقنا والفيديوهات اللي بتخدش الحياء. في الأول كنت بتتكسف وتعمل سكيب، دلوقتي عينك اعتادت المنظر، والريحة اللي كانت بتخنق روحك وتخليك مش طايق نفسك بقت عادة يومية قبل النوم، بتعملها وانت بارد تماماً. ثالثاً، ريحة الكذب الصغير، الكذبة اللي بنسميها بيضة عشان نمشي مصلحة أو نهرب من موقف محرج. مع الوقت الصدق بيبقى تقيل على اللسان، والكذب بيبقى هو الهوى اللي بنتنفسه في يومنا، وبنسميها شطارة أو دبلوماسية. ليه ده بيحصل؟ الموضوع مش مجرد عادة، ده قانون إلهي. ربنا سبحانه وتعالى لخص الحالة دي في كلمة واحدة في القرآن الكريم. الران ده هو الصبأ أو الطبقة اللي بتغطي القلب، ذنب ورا ذنب، يوم ورا يوم. الطبقة دي بتتخن وبتبقى عازل صلب. العازل ده بيمنعك تشم ريحة الحق، بيمنعك تتأثر بالقرآن، وبيمنعك تحس بجمال السجدة أو لذة المناجاة. تخيل واحد عايش في غرفة مكتومة تماماً، مفيش فيها شباك واحد مفتوح. ده حال القلب اللي غطاه الران. هو مش بس مش شامم الريحة الوحشة، هو كمان ما بقاش يوصله أكسجين، نور الهداية، فبيعيش في حالة تيه وضيق مستمر، وهو مش فاهم ليه هو دايما مخنوق رغم إن كل سبل الرفاهية حواليه. لحظة الحقيقة بتبدأ لما حد من بره يدخل بيتك، حد لسه قلبه حي، حد لسه مناخيره بتشم الحلال والحرام بوضوح. الشخص ده لما بيشوف حالنا بيتفجع، بيستغرب إزاي إحنا مستحملين الريحة دي، إزاي بنعمل الأفعال دي عادي كده. وإحنا بنبص له باستغراب أكبر وبنقول له أنت مكبر الموضوع ليه؟ الدنيا كلها بتعمل كده. إحنا مش شايفين إننا بقينا أهل البيت اللي اتعودوا على ريحة الكتمة. الحل مش إننا نغطي الريحة بمعطرات وهمية، الحل الحقيقي إننا نهوي إرواحنا فعلا وبسرعة. أولا، افتح شبابيك التوبة النصوح. الاستغفار الصادق هو التكييف الوحيد اللي بينقي هوا الروح من سموم المعاصي. ثانيا، نظف قلبك بدموع الندم وترك المعصية. مفيش تنظيف لبيت الروح من غير تعب ومجاهدة وصبر على التغيير. ثالثا، عطر روحك بذكر الله والطاعات، لأن الحسنات يذهبن السيئات،
والذكر الدائم هو المسك اللي بيطرد ريحة المعاصي وبيجذب السكينة لقلبك. ما تستناش لحد ما تسكن مناخير قلبك تماما وتموت مشاعرك الروحية. ابدأ من دلوقتي، شم ريحة أفعالك بمعيار الشرع والحق، مش بمعيار التعود والناس والمجتمع. اسأل نفسك بصدق، لو ملك الموت دخل بيتي دلوقتي هيشم ريحة ايه؟